أمتين أفضل وقت للرياضة قبل أو بعد الإفطار؟ هو مبدئيا امتين افضل وقت للواحد يعمل رياضه. انا بالنسبه لي ما في وقت مناسب او انا حدده، كل شخص هو بيحدد اي وقت افضل يعمل رياضه. شخص بيلاقي امتى عنده وقت، امتى عنده طاقه، امتى عنده قدره انه يعمل رياضه بيقدر يعملها، ان كان قبل الافطار ولا بعد الافطار. ليه بيقولوا شهر رمضان فرصة ذهبية لحرق الدهون؟ شهر رمضان نحن فينا او دائما بنعتبره هو حارق للدهون او بيساعد على حرق الدهون، لانه بصير في عمليه بسيطه خلال الصيام. اول شغله جسمنا هو بده طاقه، يعني لنقدر نقوم بالانشطه الكافيه كان الذهنيه ولا الجسديه. منين بده يستعمل الجسم؟ رح يستعمل السكر اللي موجود بقلب الدم. طيب السكر اللي بقلب الدم بده يخلص، هون شو بده يستعمل الجسم طاقه؟ ومنين بده يجيب طاقته؟ رح يجيبها من الجلايكوجين اللي موجود بقلب الكبد وبيحولها لسكر وبيستعملها لطاقه. هلا ساعات الصيام الطويله كمان الجلايكوجين او مخزون السكر رح يخلص، هون الجسم بيقرر يروح على الخلايا الدهنيه وبيستعملهم لإصدار أو ليعمل طاقة، وبالتالي بهيدي الطريقة بصير عنا شيء اسمه حرق للدهون. حرق للدهون يعني خسارة وزن.